السلام عليكم. شي اخوان سولوني على نقدروا نقولوا ليه الباكور ولا نقولوا ليه الكرموس ولا نقولوا ليه التين، كل واحد شنو كيقول ليه. انا غنشرح لكم بزاف ديال الامور اللي ما عارفينش بزاف ديال الناس. عاد غنقول لكم السبب اللي كيخلي ان هذا يطيح. هاد البلاصه هذه عندي هنايا، عندي كامله خاصه ب نقدروا نقولوا نسميوها شجره التين كما مذكوره في القران. وهاد الشجره هذه يعني عندي لها واحد المعزه خاصه، عازلهم هنايا في الصف كامل، وعندي كل بلاصه فيها نوع. هادو جبتهم كاملين من عند النساب ديالي، نواحي ديال الحسيمه. فتبارك الله يعني واحد الحمل غزير كما كتشوفوا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى الله عز وجل انه يبارك فيهم ويكملوا ان شاء الله. ما شاء الله يعني كما كتشوفوا. فانا نعطيكم واحد المساله مهمه. اول حاجه نفرقوا ما بين الباكور والكرموس. دابا كاين بعض الناس مثلا حنا عندنا مثلا هنا في دكاله كيسميوه هذا كيسميوه الباكور، سواء الباكور سواء هذا اللي كرموس كيسميوه حتى هو الباكور. اي حاجه كتخرج هذه الشجره كيسميوها الباكور عندنا هنا في دكاله. فكاين بعض الناس اللي كيقولوا ليه يعني الكرموس كيقولوها التين الشوكي، هذاك التين الشوكي كيسميوه الكرموس. دابا هذا كاين واحد الاول اللي كيخرجوا تحت الورقه، دابا راه داز وقته كيخرج تحت الورقه هنا، هذا كيتسمى الباكور. تعطاه هذا الاسم الباكور كيبكر يعني كيخرج بكري. كل واحد شنو كيسميه، كاين شي مناطق اخرى كيسميو اسماء اخرى. كيكون هنا كيتسمى الباكور، راه هو اللي خارج دابا كياكلوه الناس. هذا الكرموس، الكرموس كيخرج فوق الورقه. شد معايا هاد سميتو. شوف دابا هذه الورقه ها هي فين هي، هو خارج فوق منها، ها هي الورقه خارج فوق منها، كلشي خارج فوق الورقه. هنا كان هذه تقريبا راه طيح، ما يخليش كلشي غيطيح ضروري. هنا ها هي فوق الورقه. هذاك اللي كيتسمى الباكور كيكون تحت الورقه، هذاك راه داز وقته، راه تحيد ما بقاش. نجيو للسبب الرئيسي اللي كيخلي ان هذا يطيح. سبحان الله العظيم، يعني هذا في واحد نسميوها معجزه ربانيه. هذا عنده واحد الثقبه هنايا، ها هي الثقبه كتكون عنده هنا، ولكن دابا باقا ما محلولاش. هنا في هذه البلاصه باقا ما محلولاش. هذا كتجي واحد البخوشه صغيره في الفتره ملي كيكبر واحد شويه، هذا كتجي كتدخل هنا، سميتو الدكار، كيقولوا ليه الدكار. كاين بعض المناطق اخرى كيقول لي هنا كيقول لي العليق، غندير ليه العليق. كما كتشوفوا بعض الاحيان كتكون شي شجره وكتلقاهم معلقين فيها واحد الطاسات، هذاك راه هو العليق، كيتسمى العليق. انا شنو داير؟ انا هاد الصف كامل وفي الاخر كاع لهيه داير الدكار، هذيك الشجره ديال الدكار ما كيتكالش. هذاك هو اللي كيخرج واحد الكرموس بحال هذا، كيخرج من الداخل ديالو واحد البخوس صغيور، هو اللي كيلقح هاد الكرموس هذا. كتجي هذيك البخوشه كتخرج، سبحان الله العظيم والله يعني معجزه ربانيه. كتخرج من الداخل، كتكون الداخل ديال الكرموسه الشجره الاخر حنا غنمشيو لها دابا بحال هذه، يعني واحد اللي ما كيعرفش يقدر ما يفرقش بيناتهم. كتخرج من الداخل ديالها وكتجي كتخرج في الصباح بكري او في العشيه في البروده، كتجي كتدخل لهاد البلاصه هذه وكتلقحها صافي ما كطيحش. بزاف ديال الناس كيقولوا عندي الشجره خارج بحال هكا كذا، وفي الاخر كلشي طاح لانك ما ذكرتيهاش، ما جبتيش ليها الذكار. وانا كنصح اي واحد عنده الشجر بزاف بحال هكا مثلا باغي يديرو، ولا عنده اكثر من هكا، غدير واحد السيفه ديال الشجر وغدير وسط منهم دكاره، شجره دكاره، بلا ما تحتاج كل مره تبقى تعلق. دابا انا هادو ما نعلق لهم ما يعلقوا ليا. الشجره راه هي لهيه، الريح غيكون جاي غيجيب هادشي كامل غيتذكر، وحتى الناس اللي حدايا كلهم غيتذكر لهم بالكرموس ديالهم. اجي معايا نمشيو للشجره الاخرى نوريكم الدكار عندي هنا. والحجم ديالو راه كبر من هذا، دابا هذا راه باقي صغير. غيوجد هذاك، يعني هو اللي غادي يذكر هادشي كامل. يعني ما شاء الله يعني تبارك الرحمن، يعني هو جاي خارج، يعني تبارك الله، يعني اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله. هذه مازال خصني نجي نقلب عليهم، هذا يلاه طلع.
هذه يلاه غرستها هذا العام، هذه هي خرجات تبارك الله، غرستها غير عود ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى هي جبتها من الحسيمه. هذه كنت دخلت واحد الحمار هنا حاشاكم، دخلته هنا. شوف دار لي هذه، عضها لي من هنايا صافي، هي عاودت مسكينه لقحات وخرجت لي هذا الشيء هذا. هاي الدكاره، هذه هي الدكاره. دابا هنا ها السي معاد اجي هنا. هاي دابا هذه غادا تخرج البخوش من الداخل ديالها، وهو غيلقح هادشي كامل. ها ما شو قداش تبارك الله، شي الحجم ديالهم قداش دابا، حيت هادوك راه غيوجدوا قبل من هادوك. هادو ضروري كما قلنا تكون عندك شجره ديال الدكار او شرين راه كيتباع. ها هي شوف فيها، ها هي عاوتاني هنا الداخل، هذه قريبه توجد. ها هي كاع واجده واقيلا كاع. دابا هذا راه ما كيتكالش، هذا ما كيتكالش. كاين اللي غيقول لي انا ما عنديش شجره شنو غندير؟ راه كيتباع في السوق. مثلا حنا عندنا هنا في حد ولاد فرج راه كيتباع المعروف انه كاين تما كيتباع في السواق. راه تسول في السواق راه تلقاه، ولا تشوف النواحي اللي حداك، سول الناس اللي حداك. راه كاينين شجرات كيكونوا معروفين دكارات نايضين في الخلا، ممكن انك تمشي تحيد منهم وتعلق الشجره. هذا هو اللي كاين. يعني هذه مجرد توضيح لبزاف ديال الناس سولوني كيطيح ليا الكرموس، كيطيح ليا الباكور، كيطيح ليا كذا. فالطريقه ديالو هي هذه، بحال الاشجار الاخرى. يعني الا ما كانش النحل وما تلقحش النواره، ما تلقحش في الوقت ديالها، صافي مشات بحالاتها. هذا كذلك، يعني كي الا ما كانش هذا الدكار هذا راه ما كاين حتى شي حاجه. لفائده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.